والحياء والتدين، التواضع، الاحترام وتقدير الآخرين، الثقة بالنفس والعلاقات الجيدة مع الغير، الابتسام والتسامح، والذكاء والثقافة. وأجمل ما قيل عن المثالية: أنت بشر، تخطئ وتصيب، تحب وتكره، تمرض وتشفى، تقوى وتضعف، كن على سجيتك فكمالك في كونك أنت، والطبيعة الحقة أن تتصرف بعفوية، اجعل ما بداخلك يتحدث عنك. والآن مع العمل المسرحي بعنوان الطالب المثالي، تأليف وإخراج كابتن محمد شوقي. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. كان معكم أريج سامي. سالفة كبيرة أوي الزبائن. تعالي كده يا سناء، شوفي ايه ده؟ ايه ده؟ ده اعلان هام. تعلن إدارة مدرسة الشهيد إبراهيم حافظ قريش عن مسابقة للطالب المثالي للعام الدراسي 2024-2025 للحصول على استمارة التقديم ومعرفة شروط المسابقة، برجاء التواصل مع كابتن محمد شوقي. ايه ده؟ مسابقة وشروط واستمارة؟ ده الموضوع كبير. طبعا موضوع كبير. هو انت فاكرة الطالب المثالي ده حاجة سهلة؟ ده موسوعة أو يعني كده حاجة سهلة تتكلم أو في تقريبا كل الشروط اللي أي إنسان بيستناها في الدنيا، شاطر وذكي وموهوب واجتماعي ومؤدب وقيادي كمان. عشان كده المدرسة بتتوخذ حذر في اختيار، يعني مش أي حد هيتم اختياره لتمثيل المدرسة ومسابقة الطالب المثالي، لازم ينطبق عليه الشروط. ازاي اكون طالب مثالي؟ ازاي اكون بطل خيالي؟ كل العيون تبص ليا، كل الايدين عندي تشاور. ازاي تكون لما اتشرفت مكاني بين النجوم تلقي قمر؟ انتي انا في العالي. ازاي يكون رقم واحد في مركزي؟ كل الاساتذه تقولي قومي وتهدي، البسي تاج الكمال واضربي اعظم مثال. علم الثقافه مع الادب، ذكاء فنون، قلبي حنون، قائد جسور، دايما قريب من الجميع. انا المثالي، بطل حقيقي ومش خيالي. انا المثالي، بطل حقيقي ومش خيالي. كل العيون تبص ليا، كل الايدين عندي تشاور، وتقول كمان انت الامل وانت الجمال وانت الجمال وانت الجمال. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشارك في المسابقه دي ولا لا؟ طبعا هنشارك، بس لازم الاول نفهم الموضوع كويس وبعدين نروح ونسجل اسامينا عند كابتن شوقي في المسابقه. يا حبيبتي انت ما سمعتيش كلام الاعلان؟ بيقول لك شروط واستماره عند كابتن شوقي. نروح ونجيب الاستماره ونشوف الشروط، لو هتطلب علينا خلاص تمام نشارك ونقدم، مش هتطلب علينا خلاص مش هنشارك. كلام تمام، لكن انا بقى لازم افهم واعرف ان هو الانسان المثالي. الموضوع عندي خلاص، ده مش مجرد مسابقه ولا جايزه، لا انا لازم افهم واعرف ان هو الانسان المثالي. ازاي بيفيد المجتمع كله، مش مجرد شخص كل همه نفسه او حتى يكون ظاهر متميز في المدرسه. ده كده الموضوع كبر قوي، يبقى لازم نشوف ناس كتير عندها فكر ودرايه وفكر وتجارب، واعتقد الناس دي مش موجوده هنا. يبقى لازم نشوف ناس كتير وتخصصات مختلفه فيها ناس كتير. قلت ايه؟ طبعا موافقه. يلا بينا. هنروح فين؟ هنروح لمس مروه الموسوعه، اكيد عندها اجابه لكل الاسئله اللي بتطرح. يلا. السلام عليكم يا مس مروه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، احنا بقى النهارده هنبقى جايين لكم وعندنا اسئله كتير قوي، بس اهم سؤال فيهم ازاي اكون انسان مثالي؟ ومين هو اصلا الانسان المثالي ده؟ وازاي بيفيد المجتمع كله؟ ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله عليكم. اللي جاب الاسئله الجميله دي تفكيركم.